تمام زي الفل كده. طالما عرفنا ايه هي اللاي اوت كومبوننتس، خلينا نبدا بمثال بسيط جدا، وهو السبليت سكرين لاي اوت. ببساطه هنفترض ان احنا ان انت بدات المشروع بتاعك باستخدام طبعا الكرييت رياكت اب. انت بتنشئ مشروع رياكت اب جديد خالص باستخدام طبعا الكوماند بتاع ام بي اكس كرييت رياكت اب، وبتسميه وليكن ماي اب او اي يعني يكن المسمى اللي انت ايه عايز تسميه يعني. وعشان نبدا هنستخدم المكتبه اللي هي اسمها الستايل كومبوننتس، ودي مكتبه سهله جدا هتساعدنا نستخدم الكود الخاص بالسي اس اس جوه كود الجافا سكريبت عادي، يعني مش محتاجين نكريت فايلات سي اس اس جواها ولا حاجه. هنستخدم الستايل كومبوننتس عشان ننشئ السي اس اس جوه الجافا سكريبت. عشان تعمل لها انستول هنفتح التيرمينال وهنكتب الكوماند بتاع yarn اد ستايل كومبوننتس، او لو انت بتستخدم ام بي ام طبعا تقدر تستخدم الام بي ام عن طريق انك تكتب الام بي ام انستول ستايل كومبوننتس. تمام، طبعا لازم يكون عندك الام بي ام متسطب على الجهاز. وبعدين لو اول مره تتعامل مع الستايل كومبوننتس ما تقلقش، ان شاء الله هي زي ما قلت لايبراري سهله جدا. هنشوفها في دقايق ازاي بنستخدمها في الستايلنج. وخلينا نبدا. اول حاجه هنعمل فولدر نسميه الكومبوننتس عشان نحط فيه كل الايه الكومبوننتس اللي احنا هنستخدمها جوه البروجكت بتاعنا. وهنكريت الملف ونسميه وليكن سبليت سكرين دوت جي اس اكس، لان طبعا احنا دلوقتي بننشئ رياكت كومبوننت، يعني لازم الاكستنشن ينتهي بجي اس اكس يعني. جميل. لو انت بتستخدم تايب سكريبت طبعا هنحط تي اس اكس بدل جي اس اكس. تمام. وبعدين هنبدا بقى ايه نكتب الكود الخاص بينا. هنبدا دلوقتي في كتابه الكود. طبعا هننشئ هنبدا نكسبورت السبليت سكرين كومبوننت بتاعنا، وهنستقبل تو بروبس اللي هو الليفت والرايت. كل واحد فيهم هيبقى ايه كومبوننت منفصل. وعشان نظبط الستايلنج هنستخدم الستايل كومبوننتس. هنعمل لها امبورت في الفايل بتاعنا بتاع السبليت سكرين، ونبدا نعرف اول حاجه الكونتينر، وبحيث ان هو يكونتين التو كومبوننتس بتوعنا. وهنعرف ستايل تاني اسمه بانل، بحيث ان هو يراب كل ديف لوحده او كل بروب لوحده. جميل. وبعد كده هنبدا نظبط الريتيرن فاليوز بتاعتنا، ان احنا هنريبليس الديفز بالكونتينر ده في الديف بيرنت بتاع الكومبوننت كله. ونبدا نراب او نريبليس الديف بتاع الكومبوننت الخاص بالليفت والرايت كومبوننت بتاعنا اللي اسمه بانل. واخيرا هنبدا نروح على الاب جي اس بتاعنا ونمسح كل الكونتنت الخاص بالرياكت الديفولت كود يعني بتاع الرياكت اول ما بتنزله. وهنحط الكومبوننت بتاعنا سبليت سكرين، ونبدا نبصيله التو جروبس بتوعنا ليفت ورايت، ونبدا ننشئ كل واحد فيهم فوق كده. طبعا اول فاريبل هيبقى الليفت، وهنحط فيه مثلا هيدر وليكن اسمه عام ليفت. والتاني نفس النظام الرايت سايد هيبقى برضه هيدر او اتش 2 تاج، وهنحط فيه ام رايت. وطبعا هنباصي بقى التو كومبوننتس بتوعنا، الليفت كومبوننت في الليفت بروب، والرايت كومبوننت في الرايت بروب. جميل. ونبدا نشوف الريزلت عندنا في كروم عامل ازاي. زي ما شايفين دلوقتي اللاي اوت بدأ يظبط معانا، وبقى عندنا تو ديفرنت كومبوننتس. واحد مسؤول عن قسم لك الصفحه نصين يعني، كومبوننت خاص بالجزء الشمال وكومبوننت خاص بالجزء اليمين. وتقدر بقى تستخدم سبليت سكرين لاي اوت ده في اي مكان بقى في رياكت بروجكت بتاعك انت محتاج فيه انك سبليت سكرين السكرين لتو ديفرنت كومبوننتس، واحد شمال واحد يمين، بحيث انك تبدا ترندر الكونتنت اللي انت عايز ترندره. وكده يبقى خلصنا اول باترن اللي هو اللاي اوت باترن. وفي الفيديوهات الجايه هنتكلم عن لاي اوتس التانيه زي الليستس والمودلز وكده يعني.